السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اللي ما يعرفنيش اول مره يشوفني، انا رينا ايهاب، ميك اب ارتست. النهارده هنعمل مع بعض اللوك ده لتوسيع العين، فلو مهتمه تشوفي انا ازاي عملت اللوك ده كملي الفيديو للاخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالمناسبه استخدمت منتجات كتير طلبتوا مني كتير ان انا استخدمها من مايت سينما، وهعمل ريفيو عنها. ف يا ريت تشوفوا اللي انتوا كان نفسكم تشوفوه، او تشوفوا الريفيو الكامل عن منتجات مايت سينما. ف وسوري اعذروني على اني نزلت الفيديو متاخر شويه، انا طولت في تنزيل الفيديو بس انا كان عندي امتحانات في الجامعه وكده. بالمناسبه انا في كليه حقوق جامعه القاهره، للبنوته اللي حابه تتعرف عليا وكده. انا عادي بتعرف على، انا اجتماعيه جدا، بتعرف على بنات كتير. فا اوكي مش هطول عليكم ويلا بينا نبدا اللوك بقى. هستخدم السوب بتاعت الحواجب دي من بليندنج بيوتي، هي مشهورة يعني، اي صوب حواجب. اوكي، وهبتدي امشط حواجبي بيها بطريقه مختلفه غير يعني الطريقه التقليديه. ف let's go. سوري على المنظر بس ايه، هي لازم نغرق الصابونه بيها كده. هستخدم جل الحواجب بتاعي من هدى بيوتي، هستخدم منه الدرجه السوداء بس على خفيف قوي، حاجه كده تكاد لا تذكر يعني. وهجيب الكونسيلر بتاعي من مايت سينما وابتدي بقى انضف فوق وتحت حواجبي. والنهارده بقى عايزاكم تتابعوا تكنيك الحواجب المختلف عن كل مره، فكملوا الفيديو للاخر. هجيب براش تكون بالشكل ده كده، هي فرشة بلند بس ايه، يعني فيها نص عالي ونص واطي كده لتحت. فانا بستخدمها في دمج الكونسيلر في العين مؤخرا بدل بيوتي بلندر، بس بعد كده بستخدم بيوتي بلندر، لكن كده بحس ان هي بتخليه اكتر الكونسيلر بيجمنت. فاحنا هنستخدم دي الاول. هجيب باليت رومانتك بلو واستخدم منها الدرجة الشقيانة معايا دي، الدرجة البني دي اسمها، هي اسمها هنا بارل. اوكي ماشي، whatever، هي درجة بني ماشي. عشان ايه بس كل الاسامي دي يعني. هستخدمها كلون بيز، هحطها فوق بس انا مش هحتاج اني احط لون بني تحت دي نهائي. بعدها هجيب نفس الباليت الدرجة الأورنج دي، هي مش أورنج صريح بس ايه، هي درجة اسمها سيستن هنا. فهستخدمها هي برضو كبيز معاها، بس عشان نفتح اللون ده شوية ميبقاش غامق اوي كده، حابة نفتحه اكتر. وبنفس البراش اللي استخدمت بيها الكونسيلر في الاول، انا كنت كده كده بحط من ايدي، يعني بحب احط لازم انيل نفسي وانا بشتغل، ما اعرفش اشتغل كده عادي، لازم انيل نفسي بجد. حرفيا انا لازم اعمل، لا مش الطبيعي. هنضف حاجة بسيطة تكاد لا تذكر، تنويرة كده اني انور هنا. هو مش كات كريس خالص الموضوع، بس انا بنور هنا كده. بعد ما عملت حاجة كده، هي مش كريس، احنا نضفنا بس كده تحت هنا لغاية قبل الكسرة بتاعت العين. هاخد بقى اللون ده وابتدي احطه على اللون الكريمي اللي انا حطيته، اثبته علشان ما يقطعش مننا. بعدها هجيب براش انجل تكون بالشكل ده، وابتدي اغمق بقى اللون شوية، نفس اللون البني اللي انا استخدمته في الاول، اهو اهو. وابتدي ادمج بقى شوية، يعني اغمق اللون ابينه مش كريس. هجيب الهايلايتر بتاعي ده من كاتريس واستخدم منه حاجة بسيطة جدا كلون جليتر فوق العين يعني، كمان هننفخه اللي هو مش عايزين الوضع متركز قوي.
هجيب الجليتر ده من دارس. هو لونه فضي لان ده لقيته لونه هو جليتر بس برضو ايه يعني مش متركز. هو اصلا هايلايتر فانا هستخدم بقى ده. هجيب اللون الاسود من باليت كايلي، هي اكس او اكس او، فهستخدم منها اللون الاسود بتاعها ده. انا بصراحة بفضله، البيجمنت بتاعه بوم. وببروش انجل بالشكل ده هستخدمه كايلاينر بقى. هبتدي اعمل تداخل شوية للون الاسود جوه، مش عايزاه يبقى متركز كده قوي، حاجة كده خفيفة. هروح اركب الرموش وارجع لكم تاني على طول. طيب يا حلوين، انا كده ركبت الرموش وده اللوك بدون لينسز للناس اللي حابه ان هي تعمل لوك ميك اب زي ده بدون لينسز. وهوريكم بقى اللوك بلينسز. تعالوا نشوف ده وده سوا مع بعض. وده كده اللوك باللينسز. انتوا كده شفتوه باللينسز وبدون اللينسز، لكن انا هكمل باللينسز. لكن حبيت اوري الناس عادي اللوكات بتطلع بيبقى شكلها عامل ازاي بدون لينسز. خلونا نكمل مع بعض. هو في خطوة عملتها اوت اوف كاميرا، اني نضفت وشي بالجرنيه ده مكان الفول اوتس الكتيرة اللي بتحصل مكان الشادو. بعدها بقى هرطب وشي سوا معاكم. هستخدم المرطب بتاعي من سيلفس، هو كلينر. هستخدم منه حاجة بسيطة جدا هنا كده، مرطب كده عام للوش كله. وهستخدم برايمر الفاونديشن بتاعي من بريتي وومن، وابتدي احطه هنا كده عند العين علشان الكونسيلر بتاعي ما يخططش وما يبقاش فيه اي كلكعة ولا اي حاجة مع الفاونديشن كمان. وهستخدم الفاونديشن بتاعي ده من ديور درجة 2. هبتدي استخدم على خفيف، وهستخدم الكابوكي براش بتاعتي دي من نوت، وابتدي ادمج الفاونديشن بتاعي. هي دي الدرجة اللي انا كنت عايزاها، حاجة كده لايت جدا. انا مستخدمتش لسه هنا دي اماكن كونسيلر، فانا نورت وشي فقط. هنا لو في اي زيادات، بس دي حلاوة الكابوكي بقى. دي حلاوتها بقى ان هي بتدي الوش الكم اللي هو عايزه بس مش اكتر. نيجي لمرحلة الكونسيلر، وهستخدم الكونسيلر بتاعي حاجة كده خفيفة. نيجي بقى للسيت اب اللي جبته من مايت سينما. 4 درجات مختلفين خالص، دي مش زي دي. دي درجة ودي درجة ودي درجة، بس انا بقى هستخدم معاه ده. فيلا بينا نجرب الدرجة دي سوا. حابة اعمل لكم ريفيو عن منتجات مايت سينما اللي طلبت مني كتير جدا اعملي ريفيو عن منتجات مايت سينما. كيكو الغلابة يا جماعة. اوكي، بصوا بقى البتاع ده بيجمنت جدا، بس انا علشان يعني انتي في استخدامك اليوم مش محتاجه انك تحطي كل ده اصلا، ده هي نقطه وبتفرشي والدنيا بتكون تمام. لكن ما يغركيش اللي انا عملته ده كله علشان انا حاطه بس ايه طبقات كتير والميك اب وكده. انتي ما تحطيش كل ده خالص. او شيجلام عادي يعني، نفس درجه شيجلام. صراحه حبيت اني ادمجه ببرش الاول بحيث يكون متركز كده في حته واحده، وبعد كده هيسهل اكتر الدمج ببيوتي بلندر. يعني هنا ببراش بس. فتعالوا نكمل هنا نفس الكلام. استخدم اللوز باودر دي من بناي، وهي ولا بيضة قوي ولا هي صفرة، هي بين البنين. هستخدم الكحل البيج ده من ماك، وابتدي بقى احطه في المناطق دي. نيجي لمرحلة الهايلايتر، والهايلايتر بتاعي من كاتريس. يلا بينا.
انا المره دي بقى مش محتاجه اني انا استخدم بلاش، لان بجد التنت ده عوضني عن حاجات، عن بلاش، وعوضني عن حاجات كتير. فا اوكي، مش محتاجين. انا بعد ما ثبت وشي فطفيت اللمعه اللي كانت فيه، فكده خلاص مش محتاجين ان احنا نحط بعدها اي بلاش تاني. هجرب معاكم الروج الجديد بتاع مايت سينما بديل كيكو درجة 212. وبس كده يا حلوين، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبحبكم جدا، وباي باي.